ما يبقى الماتش في ارضك وسط جمهور وده يبقى اداء النادي الاهلي، لو طلعنا اتكلمنا بتنتقدونا ازاي نزعزع الفريق بكلامنا، يبقى اللي مش عاجبه الكلام يشرب من البحر. اما يبقى ده منظر النادي الاهلي المقرف، اما يبقى ده منظر خط هجوم النادي الاهلي، يعني ثواني لا هجوم ولا دفاع، انت ما بقتش عارف انت عايز ايه، انا ما بقتش عارفه انتوا كمجلس اداره عايزين توصلوا الفريق لايه، ومحدش يطلع يقول انتوا ما بتطلعوش تتكلموا غير لما بتخسروا. بس حبيبي انا كل ماتش بطلع بعد ما الاهلي بيكسب بقول مبروك المكسب للنادي الاهلي، ولكن هذا منظر لا يليق بالنادي الاهلي. ومش معنى ان النادي الاهلي كسبان ان انت مش محتاج صفقات، بس لا حياه لمن تنادي. ويعني ايه كريم وليد؟ كريم وليد ده اسم دكتور، يعني انت كمدرب يا كولر طلع عمر الساعي اللي هو من احسن اللعيبه اللي كانت موجود وتسيب واحد زي كريم وليد لحد الدقيقه 81. كريم وليد ده اسم دكتور مش اسم لاعب كوره. صرف النظر عن ان الجول الاول غلطه ربيعه وخالد عبد الفتاح اللي هفضل اكررها، كوره ارزاق يا خالد، والله مش عشان ماتش لعبته حلو انا هطلع اسقف لك واطبل لك، لا انت لعيب فاشل وما تلقش بالنادي الاهلي. وهكذا كريم وليد ده من ساعه حسام البدري نفسي اعرف الواد ده عمل للمدربين ولا ايه قصته بالظبط. الفريق كله ما بنعتمدش غير على امام عاشور الماتشات اللي فاتت، والدليل على كده ان الاهلي في الثلاث مباريات الاخرى، سيبكم الماتش بتاع النهارده، جايب 7 اجوال، امام لوحده جايب 6 منهم. انت يعني الفرقه كلها واقفه على امام عاشور. فين الصفقات؟ في قرف بيحصل لما يبقى اكرم توفيق بودنا سامعينه بيقول جمهور الاهلي ما يزعل وتلعبوا النهارده، في حاجه غلط. محدش يقول لي ما انت كده ما عندكش لعيبه، يعني مش اكرم توفيق اللي نازل يصنع المعجزات. فين يا جماعه القرارات وفين الغرامات؟ والله العظيم في حاجه غلط في الاهلي، اقسم بالله في حاجه غلط في اوضه اللبس. لعيبه بقت بتغلط وما بتتعاقبش، بتستهونوا في حق الجمهور وفي حق كل حاجه. نمشيها النهارده ان خالد عبد الفتاح لعب عشان مش هينفع نبدا بمحمد هاني عشان راجع من اصابه، يعني ده مش مبرر. انت عادي بدات بمحمد هاني الماتش اللي فات، ايه لحد دلوقتي ما يتمش وجود صفقه داخل النادي الاهلي؟ ايه اللي مانع؟ ايه الموانع اللي عندكم؟ النهارده 18 يناير مفيش صفقه وحيده، مشوا عم حارس وهاتوا واحد بدال، حسسونا ان انتوا بتعملوا حاجه. البجاحه هم يطلعوا يقول لك احنا هنشوف هنفكر، احنا هنأيد علي معلول ولا لا. يخرب بيت البجاحه يا شيخ، يخرب بيت البجاحه اللي انتوا بقيتوا فيها. تتقنعروا على نيتي انا ما اعرفش. اللعيبه اللي على الدكه مقويه قلبكم انتوا، اللعيبه كلها مش نصها، كلها اللي على الدكه نص ملعب ودفاع. اقسم بالله النهارده عشان الحلفان هو حسين الشحات اللي بره بس. مش عايزه انكر دور كريم الدبيس وعمر الساعي كل ماتش يعني الله اكبر عليه، الله اكبر. يعني عمر الساعي ده انا نفسي اعرف لحد دلوقتي ده مش اساسي ازاي مع النادي الاهلي. النهارده اول مره يبقى اساسي، اول مباراه نزلها ما لحقش يعمل حاجه، ثاني مباراه نزلها نازل في الدقيقه 97 عامل اسيست. المباراه اللي فاتت الكوره اللي امام عملها له اللي ضيعها وكنت زعلانه جدا. النهارده اقسم بالله لعيب الله اكبر، كل اعوذ برب الفلق. كريم الدبيس اسيستات كريم الدبيس تقعد تتفرج عليها كده فعلا. ده بيتعلم من علي معلول، ده علي معلول القدوه بتاعته فعلا. طبعا وسام ابو علي انا مش هقول رايي في وسام ابو علي لان وسام ابو علي مش محتاج 5 دقايق عشان نقعد نتكلم على راينا فيه، علشان ما ينفعش ان انا انكر مجهوداتهم، لكن ده مش هيمنعك ان انت محتاج صفقات. ما تخسر من اورلاندو على ارضك وسط جمهورك وتصعد تاني، مكسب سهل والله العظيم، المكسب سهل. طبعا انا سبت شق التحكيم في الاخر خالص لان انتوا عارفين انا ما بعلقش شماعتي على التحكيم لان منظر النادي الاهلي مقرف، لكن الحكم حرفيا من اول الماتش الكوره جايه في رجل امام عاشور ويحسبها لمسه يد عليه، انا ما اعرفش فين لمسه اليد. الكوره الثانيه اوفسايد على امام عاشور، ما اعرفش اوفسايد ازاي على امام عاشور، ما فيهاش ريحه الاوفسايد. كوره الجول اوفسايد، ما اعرفش اوفسايد ازاي اصلا، واصلا رامي ربيعه ما لمسهاش في الاول. الكوره الاولانيه في الاوفسايد رامي ربيعه ما لمسهاش. الكوره فاول على ياسر ابراهيم وهي اصلا ضربه جزاء لينا. اقسم بالله كام زباله، لكن انا مش هعلق شماعتي على التحكيم. التحكيم النهارده مؤثر 3%، انت ما عندكش كواليتي اصلا. يعني حسين الشحات نزل عمل شويه يا جماعه، انا ببقى حزينه ان انا اشوف فريقي اعظم نادي في الكون بالمنظر المقرف ده. لا تعليق. كل اللي بتمناه الفتره دي ان مجلس اداره النادي الاهلي يفوق ويدعم الفريق بصفقات محترمه تليق بالنادي الاهلي، ويا ريت النادي الاهلي يتفلتر ان النادي الاهلي محتاج فلتره، الفلتره من جوه مننا فينا.